فنانات تزوجن من نفس الرجل، أحياناً اتجوزت جوز صاحبتها. 1. المخرج طارق العريان اتجوز الإعلامية إنجي علي سنة 98، والجواز استمر سنتين بس ولكن انتهى بالانفصال. وبعدين اتجوز المغنية أصالة سنة 2011 واستمر الجواز 14 سنة، وربنا رزقهم بالتوأم علي وآدم، وبرضه انتهى بالانفصال. وقالت إنجي علي في لقاء صحفي إن طارق العريان أخذ رأيها في الجواز من أصالة. 2. فاروق الفيشاوي اتجوز من الفنانة سمية الألفي وأنجب منها أحمد وعمر، واستمر زواجهم لمدة 16 سنة ما بين 74 لحد سنة 90، وفي النهاية انفصلوا. وبعدها اتجوز الفنانة سهير رمزي في سنة 90 واستمر زواجهم 5 سنين بس. 3. علاء الخواجة هو رجل أعمال أردني اتجوز من الفنانة إسعاد يونس، وقالت إنها شافته بره مصر وكانت معجبة برجولته ونبل أخلاقه، ولكن اتجوز للمرة التانية في السر من صديقة إسعاد وهي الفنانة شريهان. 4. رشدي أباظة اتجوز تحية كاريوكا واستمر زوجهم 3 سنين بس، وبعد كده اتجوز الأمريكية باربرا وأنجب منها بنته الوحيدة اسمت، وبعدين انتهى بالطلاق بعد 4 سنين. وبعد كده اتجوز الثالثة وهي سامية جمال واستمر الجواز 18 سنة وانتهى الجواز بالطلاق. وأما الرابعة فكانت من الفنانة صباح واستمر الجواز أسبوعين بس، أما الأخيرة فكانت من نبيلة وهي بنت عمه. 5. اتجوز مدحت صالح 5 مرات، وكانت زوجته الأولى هي الفنانة نورة وهي أخت الفنانة بوسي، ولكن انفصلوا بعد 6 شهور. أما التانية هي ليلى صديق وهي أخت الكابتن فاروق جعفر، وانتهى الجواز بالانفصال برضه. واتجوز للمرة الثالثة من الفنانة سمية الألفي واستمر زواجهم سنة واحدة بس، وكانت سمية أكبر منه ب7 سنين. وكانت الرابعة من الفنانة شيرين سيف النصر، لكن ما استمرش غير 4 شهور بس. والخامسة كانت من الشاعرة نورة الباز. 6. هادي الباجوري اتجوز من الممثلة فدرة، ولكن الجوازة ما استمرتش كتير وتم الانفصال. والزواج التاني كان من حنان ترك، ولكن الانفصال حصل بسبب اختلاف الآراء. أما الجوازة الأخيرة فكانت من ياسمين رئيس. 7. محمد مختار المنتج اتجوز من الفنانة نادية الجندي واستمر زوجهم لسنوات، ولكن انتهى بالانفصال بسبب رغبته في الزواج من الفنانة رانيا يوسف اللي اتجوزها فعلا وبعدين اتطلقوا. ولمحت هي أكتر من مرة إن نادية كانت السبب في المشاكل بينهم. 8. تيم حسن في 2002 اتجوز من الفنانة السورية ديما بياعة وخلف ورد وفهد، ولكن تم الانفصال في 2012 واتجوز للمرة الثانية من المذيعة وفاء الكيلاني. 9. حسين فهمي كانت جوازته الأولى من السيدة نائلة محمود، أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر لحسين فهمي وكانت من الفنانة ميرفت أمين واستمرت 14 سنة. والثالثة من خارج الوسط الفني وهي اسمها نينا. والرابعة هالة فتحي. ورجع حسين فهمي تاني يتجوز من الوسط الفني من الفنانة لقاء سويدان. أما السادسة من سيدة أعمال سعودية. 10. معز مسعود اتجوز من الفنانة شيري عادل في 2018 والزواج استمر سنة بس، وبعدها اتجوز الفنانة حلا شيحة اللي أثارت الجدل بوقتها بسبب علاقتهم، وعنده تجربتين زواج من خارج الوسط الفني.